ثم ينظر الله لقلبك فيرى أنك ترضى بما أنت فيه، فيعطيك عطاء يليق بقلبك ورضاك. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. كتشوفوا هكا المناظر الطبيعية المزيانة والخضار، تأكدوا أني راني في سيدي بوزيد، مازلت ما روحتش القفصة. على ذكر بوزيد وقفصة، راني قفصية، أصلي قفصية، أما نسكن في سيدي بوزيد بحكم خدمة بابا. ملي احنا صغار معناها في سيدي بوزيد، عشنا في سيدي بوزيد، معناها طفولتي الكل في سيدي بوزيد. قريت في سيدي بوزيد حتى للبكالوريا. من بعد نجحت، وجهت معناها لصفاقس، الجامعة عديتها في صفاقس معناها. أما راني أصلي معناها قفصية أبا عن جد، ونسكن في سيدي بوزيد. يعني ديما بطبيعة راني لهجتي ما هيش قفصية وما نحكيش قفصي جملة. نحب قفصة ونحب سيدي بوزيد بطبيعة، راهو من غير لا جهويات لا حتى شيء. من بنزرة بن قردان احنا كل توانسة واحنا كل خيان. ما عنديش حتى فرق معناها بين هذا وهذا وهذا. اما نحب سيدي بوزيد برشا برشا، خاطر حاجه طبيعيه، لخاطر قريت فيها وتربيت فيها وترعرعت فيها كما يقولوا. قريت فيها حتى للبكالوريا، ومن بعد نجحت باك، أنا باك ايكونومي نجحت، ووجهت لصفاقس. قريت 5 سنين في صفاقس، كانوا زادة من أعز معناها أيامات، معناها من أعز السنين اللي عشتهم هما في صفاقس. في الجامعة إن شاء الله تو نهار هكا نعملكم فيديو شنو عملنا في معناها مغامراتنا هكا في الجامعة، شنو الطرائف اللي صارت لنا في الفويي. أكيد إن شاء الله بقدرة ربي نحكي لكم هكا مرة على الطرائف اللي صارت في الجامعة. أما نحب سيدي بوزيد بصفة كبيرة برشا، ولاية صغرونا صحيح، أما هي ما شاء الله قاعدة تتطور في السنين الأخرى ما شاء الله. سيدي بوزيد معناها بالنسبة لي أنا عندي حنين لها برشا، خاطر طفولتي والشباب متاعي كل معناها عشت فيه والكل، وتوا بطبيعة عائلتي تسكن غادي وأمي غادي. فيعني ديما هكا الحنين لسيدي بوزيد، وكيف نمشي ما نحبش نروح قفصة. راني جيتها كان كيف عرست، معناها منيش ما سكنتش فيها، كان كيف عرست. أخوالي وأخوالي وعمامي والكل في قفصة، أما معناها عائلتي أنا الصغيرة معناها في سيدي بوزيد، عايشين في سيدي بوزيد. بحكم معناها بحكم خدمة بابا، شرينا غادي الأرض وملكنا غادي في سيدي بوزيد، والملك الربي بطبيعة. فيعني كيف تلقوني معناها ما بين بوزيد وقفصة، راني أصلي قفصية صحيح، أما راني نسكن في سيدي بوزيد معناها. وبطبيعة قفصة ما نعرفهاش معناها، لا قريت فيها لا عشت فيها لا حتى شي. كان معناها بريود اللي عرست فيها راني جيت لهنا معناها نسكن في قفصة. وهو بالنسبة لي أنا الكلها ولايات، والكلها معناها بالنسبة لي أنا الكلها كيف كيف، كي سيدي بوزيد كي قفصة كي بنزرت كي صفاقس، الكلها كيف كيف. مي هاني قلت لكم كيف تلقى هكا ولاية عشت فيها ولا قريت فيها ولا طفولتك غادي ولا عائلتك غادي، بطبيعة يبدأ عندها هكا حنين خاص والكل. وكهو لهنا شاركت معاكم بطبيعة في فطور الصباح. فطرت أنا وأمي وأختي، جت هي زاد لدارنا باش أنا باش تحضر هكا شوية فحات رمضان. خاطر كما تعرفوا معناها رمضان سيء، ما شاء الله على الأبواب، إن شاء الله يا ربي تبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. واللي معناها نستغلوا أموا فرصة قبل رمضان إن نطلوا على دارنا ونحضر الحاجات ما تحلى كان من يديات أمي، إن شاء الله ربي يبارك لها وإن شاء الله ربي يطول في عمرها. وبالطبيعة باش نشارك معاكم زادة، شريت لها كادو صغير عجبها برشا برشا، وما تصوروش قداش فرحت بيه. حاجة هكا بسيطة. عديت معناها كوموند فيه، نزلت في قفصة عديت كوموند فيه والكل. يا اخي كلموني قالوا لي راهي باش تصير شوية روتار، واما صفا معناها وديجا وقتها مقابل سبت وحد، قالوا لي راهو باش يوصل لك
معناها روتار شوي مش مشكلة. يا أخي أنا كيف كلموني هما قالوا باش يوصل روتار، بدلت أنا الدراسة وقلت لهم راني باش راني في سيدي بوزيد معناها في قفصة، زعما باش نكلم راجلي هو اللي يمشي، معناها هو اللي يمشي ياخذ الكلي والكل. يا اخي من بعد فكرت قلت شنو معناها شنو باش نزيد نخسر عليه زاد ترانسبور من معناها من قفصة لسيدي بوزيد. كيف كلمتهم بالانستغرام راني عديته معناها باج تبيع فيهم. يا اخي معناها كونتاكتيتهم والكل قلت لهم تبدلوا لي الادريس لسيدي بوزيد، راني مانيش في قفصة تو راني في سيدي بوزيد. الحق بعثوا لي معناها قالوا لي صافا اوكي وان شاء الله تو يوصلك. قعدت نستنى فيه 3 ايام هكاكا في لهنا في دارنا. وصلني الحمد لله بيان بالي، عجبني برشا برشا وان شاء الله ربي يبارك لهم. لهنا هاكم كما تشوفوا حبيت نحلو معاكم معناها. قطعتك الورقة المكتوب فيها الاسم واللقب وكل، ولهنا وصلوني فيه 36 قطعة. أصحان معناها أصحان وصحافي شوربة، وعجبني برشا. أنا هذا حبيت أمي من هي ديما تشريلي وديما تودني وكيف نوصيها على حاجة مت معناها كيف نوصيها على حاجة تبديش بدرا شنو تشريلي معناها. وهذا عجبها من قبل، حتى كيف درت في المعرض نلقى حاجات مزيانة أما مش كيما اللي تحب عليهم أمي. نلقى هذا سيربيس متاع قهوة بالسوطاس متاعو معناها فناجل وبالسوطاس متاعو. هذه وبالسوبيير هكا كبيرة. راني باش نحل معاكم حاجات على خاطر صدقوني معناها اونبالي معناها على الاخر. فرحتها بيه ان شاء الله ربي يطول لها في عمرها، وهذه حاجة جاست صغيرة بالكل ما تجيش حتى شيء قدام تعب امي وقدام معناها بالرسمي ان شاء الله ربي يطول اللي في عمرها. وهذه حاجة بسيطة حبيت نودها بها قبل رمضان. هذه سوبيير بالغطاء متاعها، ايد نشد بها وايد نصور بها ما نجمتش معناها. سوبيير وصحافي شوربة ومعاهم سيرفيس متاع قهوة. عجبني برشا. انا معناها كونتاكتيتهم في الانستغرام وبعثوهولي. صحافي شوربة وصحنا توا باش نحلهم لكم معناها نوريهم لكم. اللي يعجبني فيه لومبالاج طيارة معناها بالقدام بالقدام معناها مغلفينه بالقدام بالقدام لا يتكسر لا. الحمد لله معناها وصلني صفا كامل وماهوش لا مكسر لحتى شيء. لهنا حليت معاكم لصحنا يجو كيما السوتاس مع الصحافي شوربة. كل حاجة منها 6. البنات راهو ماهوش 36، في بالي 39 ولا 40 قطعة على خاطر وصيته عنده قلت لكم عنده برشا معناها في بالي باش يوصلني في قفصة. يا اخي تأجلت الكوموند وقالوا لي تو معناها باش يوصل روتار شوي. يا اخي كلمنا عودت كلمته وعودت معناها بدلت الادريس. ومعاهم زادة كيما النجمة تو نوريها لكم. عجبني برشا وعجب امي وفرحتها بيه قبل رمضان. ان شاء الله يا ربي يطول في عمرها وان شاء الله ربي يفضل كل ام. وراي حاجات بسيطة كيما هكا ما تصورش تفرق برشا برشا عند معناها عند والدينا ويفرحوا بها برشا. سيرتو في المعون امي تحب المعون برشا كيفي. هذه النجمة متاع فاريونت متاع زيتون متاع مايونيز متاع حاجات هكاكا. حبيت على الخمسة يا اخي قالوا لي راهي وفت
يا اخي قلت لهم مش مشكلة عدولي حتى النجمة. وهذه صغيرة هكا تحط فيها تمر، حاجة صغرونة معناها. ونص معاكم هكا لآخر الفيديو، بسلامة في فيديو جديد.